كل مصمم بيعملها في تصميماته بارت 2. وهنا انا بتكلم عن المصمم اللي بيستخدم خطوط عشوائيه، بيحط خطوط مختلفه كتير في نفس التصميم، وده بيخلي الشغل باين غير احترافي. الحاجه بمنتهى البساطه انك تستخدم خطين بالكتير في تصميمات، واحد للعناوين التاني للنصوص، وتحاول تحافظ على التنسيق بينهم. يعني عندك مثلا التصميم ده تحس ان في حاجه غلط في الفونت، مش مناسب، مش مريح، ومش واضح. اهم نقطه انه مش بيوصل كمان الفكره. تعال نرجع خطوه لورا كده. احنا بنتكلم هنا عن السلطه، ممكن نربطها بكذا حاجه زي الاكل الهيلثي الصحي. لو هنجيبها من ناحيه تانية ممكن القوه، هتاكل اكل صحي هتبقى قوي. دي رساله انا اخترتها، ممكن تختار انت اي رساله عايزها حسب تصميمك وبريف العميل. لما نيجي نختار فونت يكون بيعبر عن القوه محتاجين فونت بولد وواضح. تعال نشوف كده. انا اخترت الفونت ده للعنوان والفونت ده كمان للنصوص. احسن كتير مش كده؟ ممكن بعد كده نضيف شويه تفاصيل وفوالا، بس كده التصميم جاهز. بس كده يا صاحبي، كده انت فهمت تختار فونتاتك ازاي. ما تنساش تعمل لي فولو عشان تعرف الثلاث اخطاء التانيين. ترجع تشوف الفيديو الاولاني. كان معاكم ستيفن ميلاد، سلام يا صاحبي.